صلوا على النبي. يلا نبدأ. تقول صاحبة القصة: أنا اسمي سارة، عمري 25 سنة. تبدأ قصتي لما كان عمري 12 سنة. أبويا وقتها توفى، وأمي اضطرت إنها تعتمد على أعمامي، وبحكم إن أبويا مو أخوهم من نفس الأم، يعني جدي اتزوج على أم أعمامي وجاب منها أبويا. لكن للأسف أم أبويا توفت الله يرحمها لما ولدت أبويا، وأبويا تربى عن جدتي الثانية. المهم جدتي ربت أبويا، وبذاك الوقت جدتي كانت كبرت شوية في السن، وحست إن أبويا كان هدية لها من ربي، فرحت في أبويا ودلعته أكثر من عيالها. وهذا الشيء اللي خلى أعمامي يغارون من أبويا ويكرهونه ويحاولون دائما يدمرون أبويا، لأن أبويا كان إنسان متميز في حياته وفي عمله بصفة عامة. وطبعا زي ما قلت لكم لما صار عمري 12 سنة أبويا توفى، وأمي اعتمدت على أعمامي وما قدرت ترجع لأهلها، لأن أصلا إحنا كنا 3 صغار، وجدي وجدتي أهل أمي كبار في السن وما لهم غير ولد واحد متزوج نص السنة يكون برا في الخارج مو حولهم يعني. فإيش صار؟ جدتي اللي ربت أبويا اقترحت إن هي كمان تربينا وتعيشنا، بحكم إنها مرة حبت أبويا فحبتنا من محبته. أما جدي ما همه غير الفلوس والحريم بس. مرت الأيام وأنا طبعا أكبر أخواني، صار عمري 15 سنة. شفت ولد عمتي لأول مرة، وللأمانة أعجبني طبعا، والإعجاب هذا ما وقف كذا بس، بنات عماني شجعوني إني أروح وأعترف له، ورحت واعترفت يا ليتني استخرت. طبعا ولد عمتي اكتشفت بعدين إنه هو متفق مع بنات عماني اللي شجعوني على الاعتراف، إنهم بس يطقطقون علي ويضحكوني وياخذوني مهزلة بعد ما وراني شوية اهتمام. طبعا وأنا الخفيفة خقيت ورحت له زي العمياء واعترفت، وكان أسوأ يوم في حياتي. جاء يوم من الأيام جمعنا فيه جدي، كنا كلنا جالسين بالمجلس. للأمانة احنا ما كنا نتغطى على أولاد عمي، لأن هذا كان قانون جدي. أنا وقتها كان خوفي إنه جدي عرف أنا إيش سويت وإيش قلت لخالد وإيش اعترفت. ما كنت مركزة مع جدي، كنت مرعوبة. إلين دخل علينا رجال عمره 40 تقريبا، ومعاه حرمة عمرها تقريبا 35 سنة، ومعاهم ولد الواضح إنه أكبر مني ب3 سنين، وبنوته في عمري تقريبا. طبعا الكل أنخرش، مين هذولا إيش فيه؟ جدي سكتهم وقال بكل برود الدنيا: هذا أخوكم، وهذه زوجته وبناته وعيلته يعني. طبعا الكل في حالة صدمة. أوكي جدي يحب الحريم لكن مو لذي الدرجة. الكل صار يسأل كيف؟ من الصدمة الكل صار يضحك يحسبونه يمزح، إلا أنا صدمتي صارت غير، لأني كنت مفجوعة. أما رفعت راسي جلست أطالع في خالد، أشوفه يطالع في البنت اللي دخلت علينا وعيونه قلوب. لما رفعت راسي جلست أطالع في خالد، أشوفه يطالع في البنت اللي دخلت علينا وعيونه قلوب. للأمانة ما ألومه، البنت جميلة. في ذيك اللحظة رجعني صوت جدي للواقع اللي احنا فيه، وقال جدي إنه قبل أول سافر أمريكا وكان متزوج وجاب منها ولد وبنت، وهذا الولد والبنت بتتأخر يومين وبتجي. طبعا راح تجي البنت مع أمها. طبعا أنا على طول أول ما جاء في بالي جدتي التفت لقيتها ساكتة وفيها البكية. صح إن جدي نسونجي لكن هي تحبه. طبعا قمت وجلست جنب جدتي، مجرد ما لمست جدتي طاحت في حضني. طبعا وقتها أنا ما عرفت إيش أسوي، الشيء الوحيد اللي عرفت أسويه إني جلست أبكي. طبعا طلبوا الإسعاف، جو أخذ جدتي وإحنا جلسنا في البيت عشان نعرف حنين وإسلام على أنفسنا وعلينا وعلى البيت. طبعا حنين وإسلام هذولا أولاد عمي الجديد. طبعا خالد نط وجاء عندهم قال يلا بعرفكم على البيت. أما أولاد عمي الباقيين طلعوا من البيت بحكم إنهم أصلا كبار مرة وما يحبون الجلسة. طبعا حنين التفتت على خالد وأعطته ربع نظرة كذا، وقالت كلام بالإنجليزي بمعنى شتيمة. طبعا خالد ما فهم عليها لكن أنا فهمت، وللأمانة ما قدرت وقتها أمسك ضحكتي فضحكت. لما ضحكت طالعت فيني حنين وابتسمت لي. وقتها عرفت إنه أنا وياها نتفق في شيء واحد، إنه ولا واحدة فينا تطيق خالد هذا ولا ترتاح له. كونا صحبة أنا وحنين. أما أخوها إسلام كان جدا كتوم، وهي أصلا قالت لنا أخوها كتوم وبارد كذا طبعه، فعذرته أو بالأصح ما اهتميت الأمره. واللي جلست ألاحظه إن خالد صار يلاحقنا اثنيناتنا أنا وحنين، صار فيه طبع وسخ كذا، تصرفاته صارت مقززة. المهم يوم الجمعة قررت إني أروح المستشفى وأزور جدتي وأطمن عليها، لأن وقتها كان باقي لها يومين وتطلع من المستشفى خلاص. طبعا جدي ما كان همه جدتي نهائيا ولا فكر فيها. المهم اتفقنا أنا وحنين إن نروح للمستشفى مع بعض، ونط خالد قال بروح معكم أنا اشتقت لجدتي. طبعا احنا فهمنا إنه يبغى يتلصق وبس، سكتنا. وقتها سمعت صوت إسلام وأخيرا تكلم. أقول لكم مرة بارد وساكت، قال أنا بروح معاكم وأنا اللي بوديكم. وقتها حسيت إنه غار على أخته، وللأمانة فرحت عشان خالد ما يجلس ينشب لنا. المهم رحنا الأربعة للمستشفى ودخلنا على جدتي وسلمنا عليها. ما تشوفون فرحتها وضحكتها لما شفناها. ولما شافت حنين وإسلام كانت تسأل هذول أحفادي؟
قربوا. طبعا جدتي في الواقع ترى مرة طيوبة وعسل وتجنن، إنسانة مصلية ومسمية وتخاف ربها. المهم خلصت الزيارة وطلعنا، ولما طلعت من عند جدتي قلبي عورني، حاسة إن في شيء لكن طنشت. رجعت البيت، يا ربي أحس إني ماني على بعضي، في حاجة. ليلتها ما قدرت أنام، أحس إن في شيء في جدتي. صرت أبكي لا إراديا إلين طلع الفجر. قمت وضيت وصليت وجلست أدعي لجدتي، وصرت أبكي بكى انهيار. كنت أصلي في المجلس، جاء عمي، طبعا شافني أبكي، وبالرغم أن عمي هذا ولا عمره حس فيني ولا حسيت أنه يحبني، جاء وحضني، سألني قال لي إيش بك يا بنتي؟ وقتها انهرت، أول مرة حسيت إنه حنون علي صراحة. وقتها حضنته وجلست أقول جدتي. طبعا هو فهم إني أنا حاسة بشيء، وقال لي والله يا بنتي إني حتى أنا حاس، وإن في قلبي حاجة، خلينا نستنى لين الصباح ووقتها نشوف. طبعا أنا ما قدرت أنام، جلست أبكي. طبعا جاء الصباح وعم الكبير جاء اتصال إن جدتي توفت، الله يرحمها ويغفر لها. عمي الكبير دخل المجلس بعد ما قوم كل أهل البيت. لما دخل المجلس لقاني أنا وعمي جالسين نبكي هناك. طبعا قال لي عمي الكبير يا بنتي روحي لأمك وقفي معاها الحين. طبعا أنا أمشي البيت كله يبكي وانهيار، ولما قربت عند أمي ما كنت أبغاها تشوف دموعي. شافتني حنين ووقفت معايا وحضنتني وكانت تهديني، حتى إسلام كان معاها ويقول لأخته تريها تبكي من قبل الفجر. طبعا أنا ماني معاه ولا أدري إيش يقول، ماني مهتمة في شيء. بعد موت جدتي بشهر حسيت بوقفة عماني وحنين وإسلام معايا، خصوصا بعد ما عرفوا حنين وإسلام قصتي أنا وعيلتي. كان في نوع من التعاطف، حتى إسلام صار قريب مني وأنا قريبة منه، وصار بيني أنا وياه نوع من الحب. وبعد كم سنة ارتبطنا في بعض وتزوجنا. انتهت القصة. جارنا عنده بنت أصغر مني ب5 سنين، دايما تجينا وتلعب مع أختي الصغيرة. وقتها أنا دايما في الشارع ألعب مع العيال، وإذا طلعت أختي وبنت الجيران يلعبون في الشارع أخذ دور الغيور اللي خاف عليهم. لما صارت هي وأختي بأولى ابتدائي درسوا بمدرسة الحي، هي تقريبا قريبة نوعا ما، لكن بالنسبة للأطفال تعتبر بعيدة، وأنا مدرستي قريبة منهم ونطلع بوقت واحد. فصرت أول ما أطلع من مدرستي أروح مدرستهم وأمشي معاهم هي وأختي إلين ما نوصل بيوتنا. واستمرنا على هذا الحال، يوميا نمشي مع بعض ونجلس نسولف. كنت يوميا أطلع معاهم نهاية الدوام ونمشي على رجولنا من يوم ما كنت بالمتوسط إلى ما وصلت الجامعة. وصرت أخذهم بسيارتي، أطلع أخذها هي وأختي وأوصلهم. طبعا بهذه الفترة الطويلة تعلقت فيها، وكنت حاط في بالي إنها هي حبيبتي وبتكون زوجتي، وما فكرت بوحدة غيرها نهائيا، وكأني واثق إنها لي بكل بساطة، أو على الأقل إنها تبادلني نفس المشاعر. المهم خلصت دراستي الجامعية وسافرت برا مع أختي الثانية لأنها مبتعثة. طوال سفري ما كنت أعرف عنها أي أخبار، بس قدرت أسأل أختي بما أنهم صحبات. جلست 3 سنين مع أختي في كندا. بعدها أختي تزوجت وجاء زوجها معاها، وأنا طبعا رجعت للسعودية وصارت بنت جيراننا في الجامعة. طبعا في معلومة، إحنا نقلنا عن بيتنا الأول، وجارنا هذا نقل معانا أبو البنت اللي أحبها، لأن اللي بيننا أكبر من علاقة جيران. فعلا أنا كنت أعتبره أبوي الثاني. حبيت أوضح هذه النقطة عشان تعرفون قديش العلاقة بيننا قوية. بعد ما رجعت من برا وتوظفت كنت أحاول أعرف إذا هي أصلا تتذكرني للحين أو تفتكرني أو ناسيتني، وربي إني ما كنت أرفع عيني البنت ولا حاولت أتعرف على بنت، بالرغم إني كنت مع أختي بكندا والبنات في كل مكان، وكنت أدرس بمعهد ومعايا بنات، ولا فكرت أكون صداقات. كل هذا مو عشان الولد المطوع العاقل الله يتوب علي، لكن كنت أسوي كذا عشان كنت أبغى ربي يحفظ لي الجوهرة اسم جيرانهم، بنت جيرانهم اللي يحبها، ويبعد عنها عيون الشباب. بيوم وأنا أتفرج في الانستغرام في حساب أختي طحت على حساب الجوهرة، وربي كان صدفة، ما كنت مفكر إني أبحث عنها، بس ربي جابها. دخلت حسابها بكل حماس، صح إني ما راح أشوفها ولا أكلمها، بس يكفيني إني أشوف يومياتها، لكن للأسف كانت مقفلته. صرت كل كم يوم أخذ جوال أختي وأدخل على حساب الجوهرة وأشوف صورها ويومياتها. وفي يوم قالت لي أختي يا أخي سوي لها فولو وفكني، مو كل يوم تاخذ جوالي وتطمن عليها. صراحة انصدمت وانحرجت، ما توقعت إن أختي تعرف إني أدخل حساب البنت، وعشان ما أبين إني منحرج قلت أنا أتفرج على الكل، لكن أنت من تقصدين؟ طبعا ما تترجع لأنها قافطتني. طبعا بعد إحراجات وقفطات من أختي عرفت إن البنت ما تفكر في أحد، وإنها تسأل أختي عني بين فترة وفترة، وهذا الشيء أعطاني أمل كبير جدا. يمكن بعضكم يقول ليه مهتم تعرف إذا تبغاك ولا لا، بس فعلا الشيء هذا يهمني. ما أبغى أعرف إن البنت اللي في حياتي ما طالعت أحد غيرها ما تفكر فيني من الأساس.
كنت أفكر كثير كيف بعرف إذا البنت تبغاني ولا لا. عرفت حسابها بتويتر من أختي ورحت لها على الدايركت، ويشهد ربي علي أني ما أبغى أضرها بولا شيء. سلمت وسألتها عن أخبارها وقلت لها أنا فلان. كان صعب علي وقتها أني أفتح معاها الموضوع، إيش أقول وكيف أبدأ. قمت كتبت اللي في بالي بسرعة كذا وأرسلت، وعلى طول طلعت قفلت جوالي ورميته، كنت خايف من الرد. جلست أسبوع ما جلست أسبوع ما وصلني رد. بصراحة تحطمت، حسيت الدنيا كلها ضاقت فيني، لأن سكوتها كان باين إنها انصدمت مني أو إنها استحت تقول إنها ما تبغاني. رحت اعتذرت منها وسويت أنفولو وحذفت تويتر بكبره. بهذيك الأيام سمعت كلام إنها انخطبت من ولد خالتها، وبنفس الوقت أمي كانت تلح علي عشان تخطب لي، وأنا ما أبغى لا أزعل أمي ولا أبغى بنت غير الجوهرة. مرة انقهرت وتضايقت، ولساني ما وقف إني أستغفر وأدعي إنها تكون من نصيبي. اتأثرت نفسيا وكرهت كل شيء، إنك تبني حياتك على شيء وبعدين تكتشف إنه ما راح يصير، هذا بحد ذاته يذبح. كيف لو تشوف البنت اللي تحبها بتتزوج غيرك؟ مرة وأنا طالع من المسجد بعد صلاة العشاء شفت أبوها ومعاه رجال وشاب ما عرفتهم. سلمت عليهم وقال أبوها يا نايف اللي هو أنا، قال يا نايف هذا فلان الفلاني عديلي وولده، يعني ولد خالة الجوهرة، بلا صح خطيبها وأبوه. وأنا ما جاء في بالي وقتها إلا أنهم أكيد جايين عشان يملكون. ركبت سيارتي وأنا منهار وبدون شعور كنت أبكي من قلب. خلاص الجوهرة راحت، خلاص صارت زوجته وحلاله، وأفكر في نفسي طب وأنا ولا شيء. ندمت كثير إني ما تقدمت لها أول ما رجعت من كندا، بس خلاص الندم ما ينفع. تعبت نفسيتي جدا، كنت من البيت للدوام للمسجد وأدعي ربي بس إنه يصبرني وأرجع البيت ما أبغى لا أقابل أحد ولا أجلس مع أحد. أمي كانت كل يوم تقول لي أبغى أخطب لك، أبغى أزوجك، أنت أكبر عيالي، أبغى أفرح فيك. وزعلت علي لأني رفضت، وأنا ما أبغى أتزوج وقلبي مع واحدة ثانية، ما أبغى أظلم بنت الناس معايا، وبنفس الوقت ما أبغى أمي تزعل مني. بعد كم يوم كنت جالسة قهوة مع أمي وجاتها مكالمة، وهي جالسة تسولف وأنا مشغولة في جوالي، لكن سمعتها قالت الجوهرة وفز قلبي. تركت الجوال وطالعت في أمي، وأمي انتبهت لي. أول ما خلصت أمي مكالمتها ما قدرت أمسك نفسي، قلت من هي الجوهرة؟ قالت من جيراننا. قلت إيش فيها؟ قالت ما صار لها نصيب مع ولد خالتها، وكملت تشرح لي إيش صار، لكن خلاص أنا عقلي مو مع أمي. كنت طاير من الفرحة وعيوني تلمع. بعد كم دقيقة إلا أبويا دخل علينا، فزيت رحت أبوس يده، قلت له أبويا تكفى لا تردني أنا طالبك. طبعا أبوي مستغرب واقف مصنم كذا إيش بالولد. قلت له لا تجلس، تعال نروح لأبو فلان خلينا نخطب بنته. عاد أمي ما أسمع إلا ضحكتها، وأبويا ما صدق إني طلبت إني أنا أتزوج. قال أبوي يلا روح البسوا يلا نروح لهم. وربي وقتها لو قسموا فرحتي على أهل الأرض بتكفيهم وزاد. طول الوقت أقول الحمد لله خطبتها. وأبوها قال لو ما أنت جيت كان أنا جيتك عشان أزوجك بنتي، لأني ماني لاقي لها أحسن منك. تملكنا لكن لسه ما تزوجنا، تبغى الزواج بعد ما تخلص الجامعة، باقي لها سنة. ما أدري تدلع علي ولا إيش بأمها، بس يحق لا تدلع. وأنا ماني مستعجل على الزواج، يكفيني إني اعترفت لها بحبي، ويكفيني إني واثق إنها تبغاني، ما راح أتزوج غيرها إلين أموت. انتهت القصة.